جريمة حصلت الساعة 2 الصبح، ولما حققوا مع المشتبه فيهم كانت دي ردودهم. علي: كنت فين ساعة وقوع الجريمة؟ كنت مع أصحابي اللي في البلد سهرانين، بقالي كتير ما شفتهمش من آخر أجازة. أساميهم إيه؟ فرج وحسين. كنا سهرانين عند بيت حسين. آخر مرة شفت القتيل كان إمتى؟ في القطر واحنا جايين البلد، كنا جايين سوا. ولما سألوا نوارة قالت إنها كانت في البيت مع أمها وأخواتها سهرانين شوية. هو انتوا متعودين تسهروا للأوقات دي؟ لأ، بس يومها ما كانش جايلنا نوم. كان في حد تاني معاكم؟ لأ. آخر مرة شفت القتيل كان امتى؟ يوم ما مات العصرية، لما وصل جه سلم عليا وقعد معانا شوية. ولما سأله دكتور الوحدة كنت فين؟ أنا كنت في الشفت المسائي. الضابط استغرب من رده، قال له انت مش بتشتغل شفت الصبح؟ هنا الدكتور ارتبك وقال للضابط بس زميلي كان عنده ظروف وقلت اخد شفت زيادة، اهم قرشين زيادة. بس انت في ناس قالت انك هددت المجني عليه. يا باشا دي ساعة غضب، وبعدين انا قلت كلمتين في الهوا عشان كان بيتخانق معايا. هنا الشرطة طلبت ناس جديدة للتحقيق: فرج وحسين أصحاب علي، وأم وأخوات نوارة، والممرضة اللي كانت في شيفت الوحدة المسائي. فرج: علي قال إنه كان معاك اليوم ده الساعة 2 بالليل. فرج رد وقال هو كان معانا بس هو راح يجيب أكل هو وحسين، وأنا ما كنتش معاهم. راحوا حوالي ساعة أنا ما كنتش معاهم فيها. ولما سألوا حسين قال لهم روحنا وجبنا الأكل وجينا سوا، بس كان شكله مرتبك. جبتوا الأكل منين؟ رد وقال من محل عندنا على أول البلد بيبيع فطير، هو الوحيد اللي بيبقى فاتح للوقت ده. طبعا الشرطة راحت تشوف المكان ولو فيه كاميرات، بس للأسف ما كانش فيه كاميرات. واللي واقف في المحل قال لهم مش فاكر يا باشا، أنا كل يوم بيجيلي أشكال وألوان. وكده ما وصلوش لحاجة واضحة في الموضوع بتاع علي. كل اللي مبرئه هو كلام حسين المرتبك أصلا، ومحدش عارف هو صادق ولا بيداري حاجة. ولما سألوا أم نورة واخواتها أكدوا إنها كانت معاهم طول الوقت وإنها ما اتحركتش من البيت. وبعدها حققوا مع الممرضة بتاعة الشفت المسائي نهال، اللي قالت الدكتور يومها كان غريب قوي، وانا ما كنتش قاعدة مع الشفت كله، اكيد انا كنت في الاستراحة بتاعة الممرضات وهو المفروض كان في الاستراحة بتاعة الدكاترة. بس في عيان وصل المستشفى بالليل وكان مجروح جامد في رجله، ولما دورت على الدكتور عشان يخيط له الجرح ملقتوش. وبعدها ظهر بساعة كده وقال لي كنت في الحمام. كده التهمة اتوجهت للدكتور عشان كل حاجة ضده. في سبب للقتل ان حسن كان بينبش وراه في موضوع الفلوس اللي بياخدها من العيانين، وفي شهد على غياب يوم الواقعة، وكاميرات الوحدة عطلانة. وبكده اتوجهت التهمة بشكل رسمي ليه وتحول للنيابة. بس الضابط اللي كان بيحقق في الواقعة فضل حاسس ان في حاجة غلط. راح فين العيان اللي كانت بتقول عليه الممرضة؟ وازاي ما تسجلش في سجلات المستشفى؟ ولا دخول ولا خروج، بالرغم من انها قالت انها اضطرت انها تخيط له الجرح بنفسها. مين المريض ده اصلا اللي